تخيلي معايا المشهد ده. تخيلي انك قاعدة مع أولادك في شهر 8 وهما بيتكلموا عن السنة الدراسية الجديدة، الكتب، الشنط، الجزم، الكراريس ولبس المدرسة، وانتي تحسبي في دماغك الحاجات دي هتتكلف قد ايه. تخيلي انك قاعدة مع أختك وهي بتخطط لخطوبتها الشهر الجاي وانتي فرحانة لها، بس في نفس الوقت دماغك بتودي وتجيب من القلق على الهدية والفستان والمصاريف. أو تخيلي انك في شهر رمضان وتحسي انك كل يوم بتصرفي فلوس أكتر من المعتاد، العزايم، الفوانيس، حلويات وكحك، وتحسي ان الشهر الكريم بدل ما يكون بركة بقى عبء على ميزانيتك. المشاكل دي كلها ليها حل واحد بسيط، حل هيخليكي تستقبلي أي مناسبة بفرحة من غير ما تقلقي على الفلوس. أنا ريهام، وكنت زيك بالظبط، كنت بستنى المناسبات بتوتر مش بفرحة، لحد ما اكتشفت سر صندوق المناسبات، أو زي ما بنسميه السينكينج فاند. النهاردة هتعرفي ايه هو صندوق المناسبات، ازاي تعمليه، ازاي تحافظي عليه، وازاي تخلي كل مناسبة في حياتك فرحة حقيقية مش كابوس مالي بيخليكي تاخدي قروض او تستلفي فلوس او تضطري تقللي من مصاريف تانية مهمة. اهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما نتكلم عن صندوق المناسبات، عايزة احكيلك عن مشكلة كانت بتواجهني كل سنة، واكيد كتير مننا واجهها. انا كتير من الناس اللي اعرفهم اعياد ميلادهم في شهر مايو، كلهم اعياد ميلادهم في نفس الشهر، وكل سنة ادخل شهر مايو والاقي ان ميزانية الشهر كله خربت، وفجأة الاقي اني صرفت نص ميزانية الشهر في الهدايا بس في شهر واحد. النتيجة باقي الشهر اقعد احسب كل قرش، اقلل من الاكل، اقلل من الخروجات، اقلل من اي حاجة تانية عشان اقدر اغطي مصاريف الهدايا، لحد ما اكتشفت ان المشكلة مش في الهدايا نفسها، المشكلة اني ما كنتش بخطط لها. قعدت يوم جبت ورقة كتبت فيها كل الناس اللي بجيب لهم هدايا في اعياد ميلادهم، حسبت انا بصرف قد ايه في السنة على الهدايا، وشفت هحتاج قد ايه في الشهر. فقررت اني اخصص جزء كل شهر لصندوق اعياد الميلاد، احطها في محفظة استثمارية بسيطة، وبكده لما يجي وقت اي عيد ميلاد الفلوس تكون جاهزة. النتيجة بقيت اشتري الهدايا بفرحة من غير ما اقلق على ميزانية الشهر، ومن غير ما احس ان الهدايا عبء عليا. وده خلاني افهم ان المشكلة مش في المناسبات، المشكلة اننا مش بنخطط لها. صندوق المناسبات او الثينكينج فاند ده مصطلح مالي بسيط، معناه انك تدخري مبلغ صغير كل شهر عشان تقدري تدفعي مبلغ كبير لما تيجي المناسبة. بدل ما تدفعي 3000 جنيه مرة واحدة تدفعي 250 جنيه كل شهر، بدل ما تدفعي 6000 جنيه مرة واحدة لمصاريف دخول المدارس تدفعي 500 جنيه كل شهر، بدل ما تدفعي 2000 جنيه مرة واحدة لمصاريف العيد تدفعي 170 جنيه كل شهر. الفكرة بسيطة بس تأثيرها عظيم. ايه فايدة صندوق المناسبات؟ اولا بيخليكي تستقبلي اي مناسبة بفرحة مش بقلق. ثانيا بيحافظ على ميزانيتك الشهرية مش بيخربها. ثالثا بيخليكي تشتري احسن حاجة مش ارخص حاجة. رابعا بيخلصك من دورة الاستلاف والقروض. خامسا بيخليكي تخططي للمستقبل مش بس تتفاعلي مع الحاضر. سادسا بيديكي وقت تدوري وتختاري مش تشتري باستعجال. واهم حاجة بيخليكي تدي المناسبة حقها، تفرحي بيها، تستمتعي بيها من غير ما تحسي بالذنب او القلق. دلوقتي خلينا نتكلم عن الخطوات العملية لتكوين صندوق المناسبات. الخطوة الأولى هي حصر المناسبات. اقعدي وفكري ايه هي المناسبات اللي بتحصل لك كل سنة، وايه هي المناسبات اللي بتكلفك فلوس. للأمهات مثلا ممكن تكون مصاريف المدارس، الأعياد، أعياد الميلاد، الأجازات الصيفية ومصاريف رمضان. وللبنات ممكن تكون الهدايا، الخروجات، اللبس والرحلات. وللمتزوجات اللي لسه ما معهمش أطفال أو أولادهم كبروا ممكن يكون كل اللي فات زائد مصاريف الولادة لو قربتي تخلفي، الزيارات والعزايم. مفيش قائمة ثابتة، كل واحدة حسب ظروفها. الخطوة التانية هي تقدير التكلفة ولو بالتقريب. لكل مناسبة حطي تقدير للتكلفة بناء على السنة اللي فاتت، مثلا مصاريف المدارس 6000 جنيه، مصاريف العيد 2000 جنيه، أعياد الميلاد 1500 جنيه، أجازة الصيف 3000 جنيه، مصاريف رمضان 2500 جنيه.
الخطوة الثالثة هي قسمة المجموع على 12. اجمعي كل المبالغ وقسميها على 12 شهر. في المثال ده هتكون 6000 زائد 2000 زائد 1500 زائد 3000 زائد 2500، يعني بتساوي 15000 جنيه. 15000 جنيه على 12 بتساوي 1250 كل شهر. الخطوة الرابعة هي تخصيص بند في الميزانية. في الميزانية اللي عملتيها في الحلقة اللي فاتت ضيفي بند اسمه صندوق المناسبات. لو كان الصندوق للاحتياجات الأساسية حطيه في فئة 50%، لو كان للرغبات والترفيه حطيه في فئة 30%. الخطوة الخامسة هي تأسيس الصندوق. افتحي محفظة استثمارية منخفضة المخاطر على تطبيق ثاندر مثلا زي ما اتكلمنا في الحلقة الثالثة، أو حساب توفير منفصل، أو حتى حصالة في البيت. المهم إن الفلوس تكون منفصلة عن فلوس المصاريف العادية. الخطوة السادسة هي التحويل الشهري. كل شهر حولي المبلغ المحدد لصندوق المناسبات قبل ما تصرفي أي حاجة تانية. خليها أول حاجة تعمليها لما تقبضي مرتبك. في أخطاء شائعة بتخلي صندوق المناسبات يفشل، عايزة أحذركم منها. الخطأ الأول هو التقدير الغير واقعي. كتير بنحط تقديرات أقل من الحقيقة، نقول مصاريف العيد 1000 جنيه وهي في الحقيقة 2000 جنيه. الحل راجعي فواتير السنة اللي فاتت، أو حطي تقدير أعلى من اللي في دماغك ب20%. الخطأ التاني هو الخلط بين الصناديق. نعمل صندوق واحد لكل المناسبات ونستخدم منه لأي حاجة. الحل اعملي صندوق منفصل لكل مناسبة، أو على الأقل سجل منفصل لكل نوع. الخطأ الثالث هو استخدام الصندوق في غير وقته. نحتاج فلوس لحاجة مستعجلة ناخد من صندوق المناسبات ونقول هنرد بعدين. الحل اعملي صندوق منفصل للطوارئ زي ما اتكلمنا في حلقات فاتت، وما تلمسيش صندوق المناسبات غير في وقته. الخطأ الرابع هو عدم المراجعة الدورية. نحط تقدير في أول السنة ونسيب الموضوع. الحل راجعي كل 6 شهور، زودي أو قللي حسب الحاجة وحسب تغير الأسعار. الخطأ الخامس هو الاستسلام عند أول مشكلة. أول شهر ما نقدرش نحط الفلوس، نقوم نوقف الصندوق خالص. الحل حطي ولو مبلغ قليل، المهم تفضلي مستمرة على العادة. خلينا نشوف مثال عملي. منى 35 سنة، أم الطفلين، بيدخلوا المدرسة كل سنة في شهر سبتمبر. كل سنة بتضطر تدخل في جمعية أو تستلف من أهلها أو تقلل من مصاريف تانية مهمة. مصاريف المدارس كل سنة 30,000 جنيه للولدين. المشكلة منى كان دورها في الجمعية شهر أكتوبر، يعني بعد دخول المدارس بشهر، فكانت بتضطر تستلف الفلوس وتستنى دورها في الجمعية وتحس دايما إنها متأخرة. الحل منى قررت تعمل صندوق المدارس 30,000 جنيه على 12 شهر، 2500 جنيه في الشهر. بدل ما تدفع 2500 جنيه في الجمعية قررت تحطها في محفظة استثمارية منخفضة المخاطر، وكمان تزود الفلوس خلال السنة. النتيجة لما جه شهر سبتمبر منى كان معاها 32,900 جنيه جاهزين. دفعت مصاريف المدارس من غير ما تستلف ومن غير ما تقلق، وأهم حاجة الفلوس اللي في المحفظة الاستثمارية زادت شوية، فبقى معاها مبلغ أكبر من اللي حطته. منى دلوقتي بتقول مش مصدقة اني فضلت سنين اتعذب والحل كان بسيط كده. والحلو في الموضوع ان منى استخدمت نفس الطريقة لصندوق العيد وصندوق اجازة الصيف، وبقت تعيش المناسبات بفرحة حقيقية. صناديق المناسبات مش نوع واحد، في انواع مختلفة حسب نوع المناسبة. فمنها صناديق المناسبات السنوية زي صندوق المدارس، صندوق العيد، صندوق اجازة الصيف، وصندوق رمضان. ومنها صناديق المناسبات الاجتماعية زي صندوق اعياد الميلاد، صندوق الافراح، وصندوق الهدايا. ومنها صناديق المناسبات الشخصية زي صندوق الكورسات، صندوق الفحوصات الطبية، صندوق تجديد الأوراق. كل واحدة تختار الصناديق اللي تناسب ظروفها، مفيش حد مجبر يعمل كل الصناديق. طيب ازاي تخلي صندوق المناسبات ينجح معاكي؟ أولا ابدأي بصندوق واحد، ما تحاوليش تعملي كل الصناديق مرة واحدة، ابدأي بأهم حاجة ليكي. ثانيا اختاري المكان المناسب. لو المناسبة بعيدة حطي الفلوس في محفظة استثمارية، لو المناسبة قريبة حطيها في حساب توفير. ثالثا اتعاملي مع الصندوق كأنه فاتورة، يعني لازم تدفع كل شهر زي فاتورة الكهرباء أو الموبايل. رابعا عدلي المبالغ مع الوقت. لو اكتشفتي ان الفلوس قليلة زودي المبلغ الشهري، لو اكتشفتي انها كتيرة قللي المبلغ. خامسا احتفلي بالإنجازات. أول مرة تدفعي مصاريف مناسبة من الصندوق احتفلي بالإنجاز ده. سادسا شاركي الفكرة. علمي أولادك فكرة صندوق المناسبات، خليهم يشاركوا في التخطيط ويتعلموا العادات المالية الصحية من صغرهم. سابعا استخدمي التكنولوجيا، استخدمي تطبيقات التوفير أو التحويل التلقائي أو حتى تنبيهات الموبايل. ثامنا ما تيأسيش، لو ما قدرتيش تحطي الفلوس شهر أو 2 ما توقفيش الصندوق، ارجعي تاني. تحدي الأسبوع ده كالآتي:
الخطوة الأولى هي مراجعة السنة اللي فاتت. طلعي كشف حسابك أو افتحي تطبيق البنك، أو حتى افتكري في قاعدة على رواقة ايه هي المناسبات اللي كلفتك فلوس كتير في السنة اللي فاتت. الخطوة التانية هي تقدير التكلفة. لكل مناسبة حطي تقدير للتكلفة بناء على اللي حصل فعلا. الخطوة التالتة هي اختيار صندوق واحد. اختاري أهم مناسبة ليكي أو اللي بتكلفك أكتر أو اللي بتخليكي تقلقي أكتر. الخطوة الرابعة هي حساب المبلغ الشهري. اقسمي التكلفة على عدد الشهور المتبقية للمناسبة. الخطوة الخامسة هي تحديد مكان الصندوق. قرري هتحطي الفلوس فين، حساب توفير، محفظة استثمارية، أو حتى حصالة في البيت. الخطوة السادسة هي التحويل الأول. حولي المبلغ الأول لصندوق المناسبات من النهاردة. الخطوة السابعة هي إضافة البند للميزانية. ضيفي بند صندوق المناسبات لميزانيتك اللي عملتيها في الحلقة اللي فاتت. لو مش عاملة ميزانية لسه، التحدي بتاعك إنك تسمعي الحلقة اللي فاتت الأول وتعملي ميزانيتك، وبعدين تعملي صندوق المناسبات. عارفة إن كتير منكم دلوقتي بتقول يا رهام خليكي واقعية، أنا مش قادرة أغطي مصاريف الشهر، إزاي أحوش لمناسبات بعيدة؟ وده سؤال منطقي، بس خلينا نفكر فيه بشكل مختلف. صندوق المناسبات مش طرف، ده ضرورة. المناسبات هتحصل سواء كنتي مستعدة ليها أو لأ. والسؤال هتدفعي إزاي؟ لو مش معاكي الفلوس هتضطري تستلفي أو تقللي من مصاريف تانية مهمة. ثانيا، ابدأي بمبلغ صغير. مش لازم تحطي المبلغ كله، حطي اللي تقدري عليه. بدل 500 جنيه حطي 200 جنيه، بدل 200 جنيه حطي 100 جنيه، بدل 100 جنيه حطي 50 جنيه. المهم تبدأي، والعادة هتكبر مع الوقت. على الأقل لما المناسبة تيجي ما تحتاجيش توفري المبلغ كله مرة واحدة. كمان دوري على مصادر دخل إضافية. لو محتاجة تعملي صندوق مناسبات ومش قادرة من المرتب، فكري في مصادر دخل إضافية. بيعي حاجات مش محتاجاها، شغل فريلانس، أي حاجة تجيب فلوس إضافية. رابعا، قللي من المصاريف اللي مش مهمة. بدل ما تشتري قهوة من بره اعمليها في البيت وحطي الفرق في الصندوق. بدل ما تاخدي تاكسي اركبي مواصلات وحطي الفرق في الصندوق. خامسا، اطلبي المساعدة. لو عندك أهل أو أصدقاء اطلبي منهم يساعدوكي في الصندوق. يعني بدل ما يدوكي هدية في عيد ميلادك اطلبي منهم يدوكي حقك ناشف. سادسا، افتكري انك بتستثمري في المستقبل. كل جنيه بتحطيه في صندوق المناسبات ده استثمار في راحة بالك المستقبلية. الفرق بين انك تعيشي المناسبة بفرحة او تعيشيها بقلق يستاهل كل قرش. لو الحلقة دي فادتك وعرفتي ازاي تعملي صندوق المناسبات، ابعتيها لأم تعرفيها بتقلق على مصاريف المدارس او لبنت تعرفيها بتقلق على مصاريف الافراح والهدايا. صندوق المناسبات مش مجرد فكرة مالية، ده طريقة حياة هتخليكي تعيشي المناسبات بفرحة حقيقية. ولو حابة تشاركي تجربتك أو عندك سؤال محتاجة إجابة عليه في حلقة جاية، ابعتلنا على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. ولو عجبك البودكاست سيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه، ده هيساعد ستات وبنات تانية يلاقوا المحتوى ده ويبدأوا يعيشوا المناسبات بفرحة حقيقية. المناسبات اتخلقت عشان نفرح بيها مش نقلق منها. كل صندوق هتأسسيه هيحررك من القلق. الحياة فيها مناسبات حلوة كتير، ما تخليش الفلوس تحرمك من فرحة المناسبات، وما تخليش ده يكون مجرد حماس لحظي. ابدأي من النهاردة، اعملي صندوق المناسبات الأول وتعالي نكمل كل أسبوع. كل مرة هنتعلم حاجة بسيطة بس هتفرق معاكي كتير. واستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.